مرحبا والسلام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ويا رب السودان يحظى بالأمن والسلام. قصتنا بتحكي عن قاضي في الزمن القديم. القاضي اسمه أبو ليلى. أبو ليلى ده قالوا له احكي لنا أغرب قضية جاتك في حياتك. قال له والله أغرب قضية جاتني، جوني مرتين متغطيات، فجو المحكمة وعايزين يشتكوا، فواحدة فيهم قالت حر تستأذن لي أكشف خماري. قامت الثانية قالت له لا لا، عشان هي حلوة وعايزة لما تكشف وشها انت تتفتن بجمالها فتميل لها في الحكم. فالقاضي قال لها أعوذ بالله، خليكي خلاص موتي حر يلا. فقال لهم احكم. فقامت الصغيرة اللي قالت عايزة تكشف دي قالت له يا سيدي القاضي، أنا أمي وأبوي توفوا وربتني عمتي دي، يعني انتقلت عندها في البيت بعد ما بقى عمري 15 سنة. بعد فترة من الزمن جاني عريس، وعمتي عشان تعبت من مصاريفي فزوجتني لهذا العريس. ومن حسن حظي بعد فترة من الزواج ربنا أغنى هذا العريس، صار عنده مال وأكرمني وكان طيب وخلوق. في هذه المدة من الزمن عمتي عندها بنت وكبرت، صارت في عمر الزواج 17-18، فعمتي طمعت في زوجي من حسن معاملته ومن كرمه ومن أخلاقه، فحبت تاخده لبنتها، فزينت بنتها وخلتها تظهر عند زوجي، فزوجي عجب بها. وقامت عمتي قالت له عجبتك؟ ما رأيك أنا أزوجك؟ فزوجي عشان عينه طايرة وافق، قالت له عمتي أنا موافقة بشرط تجعل أمر بنت أخي في يدي. الراجل قال لها أوكي. فجاءت عمتي وقالت لي زوجك حيتزوج بنتي وأمرك الآن بيدي وانت طالق. طلعت من بيت زوجي، رجعت بيت عمتي. وين أروح؟ أمي وأبوي ميتين. زوج عمتي كان في سفر طويل بالسنين، يروح يجي وأنا ما أشوفه إلا مرات قليلة. فرجع من السفر وأنا كنت اتطلقت وقعدت، فحبيت أنتقم من عمتي، فتزينت وبنت عند زوج عمتي وقلت له يا زوج عمتي إيش رأيك تتزوجني؟ أنا الحين مطلقة ويتيمة وما عندي أحد. فطبعا عشان الرجال ما شاء الله محترمين وعينهم طوالي، قال لي أيوة موافق. أنت قلت له على شرط تجعل أمر عمتي في يدي. قال لي أنا كذلك. جيت لعمتي قلت لها يا عمتي حتزوج زوجك وانت الآن طالق. طلقتها، خدت قشها وراحت قعدت مع بنتها في بيت زوجي القديم. ركزوا معي القصة تلخبط. في بيت زوجي اللي طلقتني منه وزوجته لبنتها، أخذت أغراضها وراحت قعدت هناك. أنا قعدت هنا ببيت عمتي. بعد فترة زوج عمتي توفى. زوج عمتي غني وعنده مال، فطبعا أنا مرته ورثت المال. جات عمتي وقالت وين الميراث؟ قلت لها انت مالك دخل، انت طلقته وانا زوجته. فدخلوا زوجي القديم في الموضوع عشان يحل الموضوع وكده. فكل ما يجوا علشان يحلوا موضوع الميراث وانا اقول لهم بعد العدة بعد العدة بعد العدة. بعد ما طلعت من العدة تزينت وقعدت. جات عمتي وبنت عمتي وزوجي الاولاني اللي هو مزوج بنت عمتي. فأول ما شافني تذكر أيامه الخوالي، تذكر أيامه معاي، وطارت عينه وعيونه صارت قلوب قلوب قلوب. فأنا عرفت طوالي. فبتكلموا معاي في موضوع الميراث، فقلت له إنه هو طلقها وأنا اللي ورثت. وراح تعرضت له في الطريق وقلت له تحب ترجعني؟ تحب تتزوجني؟ قال لا يا ريت. طبعا أصلا أنا جميلة وهسه بقيت جميلة وغنية. فقلت له أنا موافقة بشرط تجعل أمر بنت عمتي في يدي. قال لي أنا كذلك. مشيت لبنت عمتي قلت لها رجعت زوجي القديم وحيزوجني تاني وإنتي طالق. قام القاضي قال لهم وين السؤال؟ السؤال وين؟ قامت نطت العمة قالت له السؤال هو يرضيك يا سيد القاضي تتزوج الراجلين وتورث الميراث القديم وهسي تاخد الجديد بفلوسه ونطلع أنا وبنتي من المولد بلا حمص؟
بس قال لها ما أرى في ذلك شيء، واحد يتزوج ومات، واحد يتزوج وطلق ورجع تاني يتزوج، ما في أي شيء حرام ولا غلط في الموضوع. فكل القصة كنيسة مع بعض، وحيايا وثعابين مع بعض، وحديد لاقى حديد.